الأم المصرية ست الحبايب صاحبة السلاح الوحيد والفريد من نوعه لم يستعمل قطا، وهو الشبشب المصري الأصيل اللي هو بيلسع ده. أو لما أبوك يجي يقول لو أنت ما خدتش كيس الزبالة زي ما قالت لك في خضون 3 ثواني، يبقى هي ما خلفتش رجالة، وهتنزل هي تنزلها لوحديها، وحد يخطفها ويسرق منها البوك ويسرق منها موبايل ومفتاح الشقة، ويطلع يسرق الشقة ويسرق الدهب ويسرق كل حاجة ويسرقكم انتوا ويخطف. الأم المصرية أكتر إنسانة سنسيتيف في الدنيا، لدرجة إنك أنت لو صحيتها من النوم عشان الموبايل رن يبقى الشقة اتسرقت، الدهب اتسرق، البيت ولع، اللبن فار، حد حصل له حاجه. يا امي خلاص ده انا هشحن، ده الموبايل بيرن انا جاي اديهولك، لا يبقى حصل حاجه. زي ما اتكلمنا عن الام المصريه قبل كده، لازم برضو نذكر فضلها في ان هي الام الوحيده اللي كنت دورت على حاجه في نفس المكان وفي بيت كله 100 مره، وفي الاخر بعد ما تضيقوا بيك الدنيا تروح تسالها هي فين، تبدا عمليه عصف ذهني وتحديد بقى والجي بي اس والكلام ده كله، هتلاقيها عندك يا اما مش لاقي، يا اما مفيش حاجه. طب لو جيت لقيتها لك، امال ايه دي يا بيه؟ حاول كده اكون مفيش، عاوز استغفر الله العظيم. ولما تيجي سيرة ست الحبايب المصرية ما بنتكلمش غير عن حاجة واحدة، والمثل المشهور الوحيد بتاعها طبعا ما هو الزفت اللي انت فيه ده. تخيل انت لو رحت قلت لست الكل انك انت مثلا عينك وجعك، عينك تعباك، مصدع، رجلك وجعاك، طبعا ما هو كل من الزفت اللي انت ماسكه طول اليوم. ولو قاعد زهقان هتقول لك، والجملة المشهورة بتاعتها خصوصا لو انت بنت، في شقة عايزة تتروق، في سجاجيد عايزة تتنفض، في مطبخ يضرب يقلب، في غسيل عايز يتنشر، في ارض عايزة تتمسح، في ثلاجة عايزة تتروق،